سلام بنات، كي عاملين؟ لاباس بخير؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم كاملين في احسن الاحوال وصحه جيده يا رب العالمين. وكنتمنى لكم يوم سعيد كله فرح وسعاده. الله يرزقكم من حيث تحتسبن ومن حيث لا تحتسبن. الله يرزقكم السكن والسكينه مع راحه البال وصلاح الاولاد. قولوا امين. ومرحبا بكم معايا فيديو جديد ونهار جديد. وفي جميع الفيديوهات ديال التقضيه الهدف من المشاركه هو باش نشارك معكم كيفاش كنتعامل مع الظرف الخاص بالتقضيه، كيفاش يكفيني ونوفر منه، ودائما في نطاق الاقتصاد، في المصروف الشهري، الميزانيه المحدوده، كيفاش نتعامل مع غلاء الاسعار، وكيفاش نتعامل مع ظرف التقضيه وما نخرجش على الميزانيه اللي حددت، وفي نفس الوقت ما نحرمش وليداتي. كنتمنى تبقاو مع الفيديو من الاول حتى الاخر. راه قصير ماشي طويل ولكن مفيد، وغادي نجاوب على بزاف ديال التساؤلات من خلال هذا الفيديو. في الفيديو السابق شاركت معكم تقسيم الميزانية ديالي وشحال خصصت بالضبط لكل ظرف. وبالنسبة لظرف التقضية قلت لكم قسمته على 3، يعني 10 ايام 10 ايام 10 ايام. وكنت قلت لكم باللي 10 ايام الاولى خصصت ل 110 الاورو، حيت ناقصني بزاف الحاجات بحال زيت نباتيه، صابون القشور وزيد. و10 ايام الثانيه والثالثه خصصت ل 75 الاورو. ما نساوش نصليو على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأول حاجة كنبدا بها قبل ما نمشي نتقضى هي كنمشي لداك المنظم ديالي، كنمشي نضاف الخاص بالتقضية وكنهز داك المقدار اللي حددت، يعني كل واحد يهز المقدار اللي حدد هو واللي كيناسبه وكيناسب عدد أفراد الأسرة ديالو، وكيناسب بطبيعة الحال حتى البلد اللي عايش فيه، حيت المعيشة كتختلف من بلد لبلد. وتاني حاجة كناخد واحد الأجندة ورق وقلم، وكندخل الكوزينة ديالي وكنشوف شنو ناقصني، شنو الحاجات اللي ما عنديش من المواد الغذائية كاملة، يعني الحاجات ديال الكوزينة كاملة، لا من المواد الأساسية، حيت هاد الظرف هذا اللي خصص راني دخلت فيه المواد الأساسية والمواد ديال التنظيف وحتى التقدية العادية، يعني الأجبال، الحليب، الدقيق، أي حاجة دخلته في هاد الظرف هذا. يعني كندخل الكوزينه وكنقلب وكنشوف شنو خصني، وكنمشي لمواد التنظيف حتى هما وكنشوف شنو خصني، وكنسجل في واحد الورقه، وكنمشي للسوبر مع البزيطم ديالي والمبلغ اللي حددت باش نجيب داكشي اللي ناقصني واللي محتاجه فيهم. وبطبيعه الحال كنكون عامله جدول الاكل وكنجيب الحاجات اللي غادي نحتاجهم في ديك 10 ايام هذه، بما انني هاد القضيه هذه غادي نعملها ديال 10 ايام، يعني ماشي ديال الاسبوع وماشي ديال الشهر، غادي نجيب اللي غادي يكفاني في ديك 10 ايام هذاك. كنسجل كلشي وكنتوكل على الله نسوبر. نصيحه مهمه ملي تكون ماشي تتقدى، حاول ما تديش معك الوليدات، حيت غادي تعدى، كوني اكيده غادي تعدى ديك الميزانيه اللي حددتي للتقضيه. وهنا غادي نستغل الفرصه ونجاوب بعض المتتبعات. واحد من الاخت اللي كتبت لي قالت لي 600 الاورو ما كافياش، حيت غير زيت الزيتون راه هي غاليه، يعني هاد الميزانيه اللي حددت ما غاديش تكفى. ومن هنا كنقول لك اختي، وفي نفس الوقت نجاوب، واه كان سبق لي وقلت في فيديوهات السابقه بالنسبه لزيت الزيتون كان شاي الكميه اللي غادي تكفيني العام كامل وما دخلاش في الميزانيه ديال 600 الاورو. وحتى اتاي العطريه وقوام ديال الحلويات فلون وبزاف ديال الحاجات اللي كنجيبهم من المغرب وما كيكونش داخلين في 600 الاورو. 600 الاورو كنجيب بها غير الحاجات اللي كتلاحظوا معايا في الفيديوهات. اما زيت الزيتون عندي كنشريها من العام وما دخلاش في 600 الاورو. على هيدا في التقسيمات ديالي كاملين كنقول لكم ملي تكونوا كتقسموا الميزانيه ديالكم قسموها على حسب الاولويات ديالكم وخصوا ظرف لكل حاجه. وهنا غادي نجاوب الاخت اللي قالت لي في الفيديو السابق، عافاك اختي شاركي معنا التقضيه اللي خصصتي ل 260 الاورو. يعني على ما فهمت من خلال التعليق ديالها بان هاد 260 ما كتكفيهاش، او لا حتى هي على ما اظن قالت لي ستة الافراد ما كتكفاش، يعني ما غاديش تكفى. وهنا بغيت نستغل الفرصه ونصح اي اخت كتشاهدني من هذا الفيديو، قلب اختي على البلايص فين كاينه رخا، اذا كان عندك الوقت وما خداماش
نمشي لليدل ونجيب الحاجات اللي ناقصين، نمشي للالدي ونجيب الحاجات اللي ناقصين. يعني كيكونوا ناقصين في الاثمنه، ماشي اللي نقص لك، اللي كيكونوا منقصين في الاثمنه. حيت كيف ما كنعرفوا كل سوبر وعنده واحد المنتوج اللي كيكون خاص به وكيكون منقص له في الثمن. يعني الاثمنه كتختلف من سوبر لسوبر، يعني كل واحد كيمشي على حسب الامكانيات ديالو. ومشي لكاريفور، حتى كاريفور اذا كنتي ماشي من المقاطعين ديال كاريفور، استغل الفرصه ديال التخفيضات ديال 2 في 1 اولا 3 في 2 اولا الثانيه 70%، ولكن اللي كيكونوا مزيونين بزاف وما يعني كتدي 2 وكتخلص غير وحده، اولا كتدي 3 وكتخلص 2. راه كيتقام وخاص بزاف. يعني اذا بغيتي توفر وبغيتي تقتصد، مشي لكاريفور والبلايص اللي فيهم تقضيه رخيصه. بالنسبه لي انا كنتقضى غير من كيف ما كتلاحظوا معايا غير من ميركادونا، حيت خدامه وما عنديش الوقت، وفي نفس الوقت وليداتي كتعجبهم غير الحاجات ديال ميركادونا. ملي كانوا ولادي باقيين صغار وما كنتش خدامه، راني كنت كنقلب على فخا فيما كنمشي لليدل وكنجيب الحاجات اللي منقصين لهم، كنمشي للالدي وكنجيب الحاجات اللي منقصين لهم. ديال كاريفور فيما كان شي تخفيضات كنشري الحاجات ديال 3 في 2 اولا 2 في 1. يعني كنت كنقلب على فخا فيما ولكن دابا ما عنديش الوقت، يعني كنمشي غير للميركادونا كنجيب اللي ناقصني وكنمشي للدار. وهذه هي التقضيه اللي شريت ديال 10 ايام. كان جاو ديك الاخت اللي قالت لي بغينا نشوفوا التقضيه اللي غادي تكفاك 260. هذه هي التقضيه بالنسبه للمواد الاساسيه، حيت الظرف هذا 260 دخلت فيه كل شيء. جبت 2 كخات ديال الحليب، هنا كتشوفوا معايا 2، ولكن وحده كان يلاه جابها ولدي في الصباح، يعني 3 كيمشيو ليه في 10 ايام. 3 ديال الكخاس ديال الحليب يعني 18 لتر. جبت كرافات الزيت على حساب كانت تقضات لي 5 كيلو ديال الدقيق، 1 كيلو ديال الدقيق الكامل، وكيلو ديال الارز، مكرونيس سباغيتي. جبت الشوفان، 2 كيلو ديال السكر، الملحه. بالنسبه للمواد الاساسيه هادو هما اللي كانوا ناقصيني في المواد الاساسيه. وجبت هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا بالنسبه للخضر، كنجيب الخس كنجيبو من ميركادونا، الجزر حتى هو كنجيبو من ميركادونا. هاد الميس اولا الذره كنجيبها حتى هي من ميركادونا، كتكون مجمده كتعجبني، كنلقاها كتجيني احسن من ديك المعلبه، حيت المعلبه ملي كتفتحها صافي كتستعمل اللي كتستعملو، ولا بقات شي حاجه كتبقى تما غير تفسد. هنايا كتكون مجمده كتجيني احسن. الجلبانه حتى هي كنجيبها من ميركادونا، بطاطس فريتاس حتى هي كنجيبها من ميركادونا. وبالنسبه للتون كنجيب ديما تون اللاطه الكبيره ديال 900 غرام على ما اظن ولا كيلو، ما عرفتش شحال، كتجيني جد اقتصاديه. وبالنسبه لمواد التنظيف جبت اللي ناقصني، الحاجات اللي عندي ما جبتهمشي. جبت الليخيه، المعطر اللي كنجفف به، والصابون ديال صابون القشور. وكانوا ناقصين حتى هاد القطن بالنسبه للبنات. المهم كنجيب الحاجات، والمهم الحاجات اللي غادي نستعمل في ديك 10 ايام هذاك. اذا شفت الحاجات عندي زايدين ما كنجيبهمش، كنجيب الحاجات اللي غادي يكفاوني. هذه هي التقضيه. راني باقا غادي نزيد تقضيه واحده اخرى، هذه غير ديك المواد الاساسيه والمواد التنظيف. وبالنسبه هنايا كنت نسيت ما ذكرتش معكم، هي كتكون داخله في المواد الاساسيه. هنايا لازانيا، خديت 1 ديال لازانيا. ودابا غادي ندوز المكملات الاساسيات كملتهم معكم. دابا هادو غير كيكونوا غير مكملات. بالنسبه للمكملات هنايا كيكونوا داك سقطه ديال الوليدات، يعني دانون كنجيب لهم دانون بالانواع ديالهم واللي كيعجبهم. بطبيعه الحال كل مره كنبدل لهم. الاكثريه هما كيطلبوا هاد النوع هذا، هاد الجوجه هادو الاكثريه كيطلبوهم. كنجيب لهم هاد الياغوت هذا، كنجيب الياغوت طبيعي. هادو باليطوس ديال الجبن، واحد البنيته كيعجبها. هنا داك الجبن لونشاس ديال البوكاديوس حتى هو. جبت سيرياليس، 3 الانواع ديال سيرياليس. الاجبان ديال البيتزا جبت 4، يعني واحد اللي كيكون فيه كواتوكيسوس، وواحد غودا، واذا يعني 4 ديال الانواع ديال الاجبان اللي كنجيبهم. كنحتاجهم في الكغاتان، وكنحتاجهم في البيتزا. يعني هاد اللي كفاني في هاد 10 ايام هذه. وبالنسبه للجبن الكريمي جبت 2 باش تكفاني ال10 ايام، حيت وحده ما كافياش ال10 ايام. جبت الزبده
حيوانية، سومو، باليتوس، ياغورت، يوغور، سيرياليس، 3 الانواع. المهم هادو الحاجات اللي غادي يكفوني واللي كيكونوا غير كماليات اللي نقدروا نشريهم او نستغناو عليهم اذا كانت الامكانيات ما كتسمحش. وبالنسبه للسيرياليس هنا جبت لهم 3. هاد النوع الثالث هذا اللي في يدي كيف ما كتلاحظوا معايا راه كيكون فيه الشوفان وكيكون فيه الفواكه الجافه. كيتقام هو كيتباع شويه غالي ولكن غرانولا كنقولوا له حنا غرانولا، كنعدلو في الدار، كيتقامني جد اقتصادي. هنا شاركته معكم يعني مشي، ولكن واحد يومين هذا ولا 3 ايام غادي نشارك معكم الطريقه كيفاش كنعدلو في الدار، يعني غرانولا كيفاش كنعدلها في الدار وكتقام اقتصاديه وفي نفس الوقت كتعدلها في دارك وكتعرف شنو فيها. المهم هادو هما المكملات والاساسيات اللي جبت. كنتمنى اللي وصلت معايا حتى لهنا ما تبخلش على اختك بواحد لايك واشتراك اذا كنتي اول مره كتصادف القناه. شكرا جزاكم الله كل خير. وبالنسبه للاعشاب المنسمه راه بزاف ديال التعاليق كيجيوني ملي كنوجد معكم شي وصفه وكنستعمل الاعشاب المنسمه، كتقولوا لي اختي من شريتيها؟ كنشريها من الميركادونا. على ما اظن اللقطه ديال الاعشاب المنسمه دازت، راه كيتباع في ميركادونا بأورو 20. راه كيتباعوا بزاف ديال الاعشاب، وهاد البوطي هادي بالضبط كيكونوا فيها بزاف ديال الاعشاب المنسمه كيكونوا مخلطين في بوطي واحد. وبالنسبه لزيت الزيتون راني كنشري واحد الكميه اللي كيف سبق لي وقلت لكم ديال العام كامل. هنا كتلاحظوا معايا يعني شاركت معكم غير هاد الكميه هادي، ولكن انا عندي اكثر حيت باش يدوز لي العام كامل. وبحكم الضيق اللي عندي في الدار كنخليهم في الخدمه. ملي كتقادا لي الكرافه كنجيب كرافه. هنا كتلاحظوا معايا داك الكرافه الكبيره فيها 25 لتر وياخا فيها 5 لتر. ملي كتقادا لي راني شاركت معكم هذه ديال هذه راني من الدار ديالي، يعني ملي كتقادا لي كنمشي للخدمه وكنجيب كرافه واحده اخرى، يعني كنشري الكميه اللي غادي تدوز لي العام كامل وما كتكونش داخله في الميزانيه ديال 600 الاورو. يعني كنقولها وكنعاودها في الفيديوهات كاملين. وهنا غادي نشارك معكم يعني الثمن شحال ديال هاد التقضيه هذه، حيت كيطلبوا مني المتتبعات حتى يعني هاد التقضيه شحال تقامت عليك. بالنسبه هنا كنشارك معكم بانني اتخذت الدياونو، يعني نهار واحد جاتني هنايا في الطوطال 106 الاورو فاصله 32، وواحده اخرى فيها 3 الاورو و72. يعني المجموع كامل جاتني شي 109 على ما اظن، ولكن راني نقصت منها الخضر اللي شريت بحال دابا ديك بطاطس فريتاس، الجلبانه، المايس، الخاص والجزر، حيت كيكونوا هادو داخلين مع الخضر والفواكه. يعني كنقص بقات لي 102 الاورو. يعني هاد التقضيه هذه اللي خاصه بالمواد الاساسيه ومواد التنظيف والاجبان والدقيق يعني هاد الكماليات مشات لي 102 الاورو. يعني انا خصصت 110 مشات لي 102، يعني وفرت 8 الاورو. ولكن الشهر اللي ماجي ماشي الشهر اللي ماجي، ال10 ايام اللي ماجي، حيت هاد التقضيه عملتها ديال 10 ايام. 10 ايام اللي ماجي غادي تكون تقضيه مختلفه وغادي تكون ناقصه بزاف الحاجات على هاد 10 ايام هادي. بحال دابا الزيت ما غاديش نجيبو 10 ايام اللي ماجا، حيت بطبيعه الحال الزيت راه كيدوز لي زيت نباتيه ماشي زيت الزيتون. زيت نباتيه على الاقل كدوز لي واحد شهرين، يعني كدوز لي مده اللي طويله. ومن بعد من التقضيه المرحله ديال الترطيب. حتى لهنا كنكون وصلت معكم نهايه الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا واخا غير بالقليل القليل، ونكون جاوبت المتتبعات على التعاليق ديالهم ونكون عند حسن ظنكم. كنتمنى تشجعوني بلي لايك. وبالنسبه للمتتبعات الجدد اللي يلاه كيصادفوا القناه لاول مره ما تنساوش تفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد. خليتكم في امان الله والى فيديو مقبل ان شاء الله.